بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، النهاردة إن شاء الله هنتكلم إزاي تروح العاصمة الإدارية الجديدة. إزاي تروح العاصمة الإدارية الجديدة؟ الموضوع بكل بساطة إن أنت سواء رايح تعمل انترفيو، أو رايح تشتغل، أو رايح تشتري، أيا يكن. فاحنا نقولك إزاي هتروح. طبعا عشان تروح العاصمة الإدارية في طريقتين. اول حاجه المترو الانفاق والميكروباص. طيب اول حاجه عشان تروح اول حاجه المترو بتركب. لو انت جاي من الصعيد او جاي من وجه البحري او انت قاعد في القاهره، بتركب مترو الانفاق محطه الشهداء مثلا، او ايا يكن محطه انت موجود جنبيها او بجوارها. وبتنزل بتنزل محطه ترانزيت، محطه عدلي منصور. بتنزل محطة عدلي منصور وبتتغير للقطار الكهربائي، محطة تبادلية. بتنزل تقطع التذكرة وتركب القطار الكهربائي. بيعدي على 9 محطات. آخر محطة اللي هي الفنون الثقافية في العاصمة الإدارية الجديدة. وطبعا في هناك أتوبيسات للقطار الكهربائي وأتوبيسات نقل عام بتوديك كذا مكان يعني في العاصمة. تمام، ده بالنسبة للقطار الكهربائي. مترو تركب من أي مكان، بتنزل محطة عدلي منصور. محطة عدلي منصور بتعمل ترانزيت وتغير تركب القطار الكهربائي LRT، وبتقطع تذكرة وبتركب لغاية العاصمة. بينزلك عند محطة الفنون. تمام، الفنون والمعارف تقريبا. ده بالنسبة للقطار الكهربائي. تمام. اما بالنسبة للميكروباص او المشروع زي ما بيقولوا عليه في اسكندرية، الميكروباص بتركب يا اما من موقف رمسيس او موقف رمسيس، موقف احمد حلمي. بتنزل الكوبري وبتعدي تحت الكوبري، بتسأل على موقف العاصمة الإدارية الجديدة وبتركب من هنا. يا اما تركب من موقف السلام الدولي، ومن هناك تسأل على العاصمة برضو وتركب من هناك برضو. تمام، يبقى عندنا القطار الكهربائي والمترو، وعندنا الميكروباص من موقف رمسيس وموقف السلام الدولي، أشهر موقفين وأكبر موقفين في مصر حاليا. طيب برضو نقول برضو انت رايح فين في العاصمة، عشان ما تنزلش العاصمة دلوقتي كبيرة. فعشان تبقى عارف انت رايح فين، لان بيبقى فيه ميكروباص طالع في اتجاه معين لمكان معين، فتبقى عارف مثلا رايح البرج الايقوني، ولا رايح الكنيسة، ولا رايح المسجد الفتاح العليم، ولا رايح مقر العاصمة الإدارية الجديدة، ولا رايح منطقة البحر الأحمر، ولا منطقة السمك، ولا الديبو، ولا حي الوزراء، ولا الار2 ولا الار3. المفروض ان انت قبل ما تطلع او قبل ما تركب تبقى عارف انت رايح فين، علشان ما تتبهدلش في المواصلات. تمام، يبقى زي ما قلنا ميكروباص موقف السلام، موقف رمسيس، تعرف انت رايح فين. بالنسبة للسعر تقريبا 25 جنيه موقف السلام، ورمسيس برضو تقريبا 30 جنيه. ده احنا بنتكلم النهاردة في شهر 6/20/23. ومعرفش الأسعار هتزيد أو تقل، الله أعلم، بس بنحكيلك النهاردة. بالنسبة للمترو تقطع تذكرة 10 جنيه لغاية محطة عدلي منصور. من عدلي منصور تقطع تذكرة القطر تقريبا حوالي 20 جنيه. تمام، ده بالنسبة ان انت ازاي تروح العاصمة الإدارية الجديدة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، او اتمنى تكونوا استفدتوا بمعلومة. لو انت بقى عجبت بالفيديو استفدت منه، اضغط لنا اعجاب. ولو عاوزنا نستمر اكتب لنا في التعليق عايز تروح فين في اي مكان، واحنا ان شاء الله نقول لك ونبسط لك المعلومة. واحنا تحت امرك في اي حاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.